معكم يا شيخ. معكم. إن شاء الله سنلخص أول شيء ما أخذناه في مجلس البارحة أو في مجلس عفوا الماضي، ثم بعد هذا نشرح بإذن الله عز وجل في درس اليوم، يعني سنصل درسين ببعضهما إن شاء الله. تحبون نبدأ أو ننتظر قليلا الإخوة؟ كما تحبون. ابدأ يا شيخ إن شاء الله. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. ذكرنا في المجلس الماضي أيها الإخوة أن العرب كان قليل منهم من يكتب، يعني الكتبة من العرب كانوا قليل، كما نص على هذا ابن كثير رحمه الله بقوله وقد كانت الكتابة في العرب قليلة جدا، وهذا كان في صفحة رقم 45 حسب طبعة دار ابن الجوزي. فإذا العرب يعني قليل منهم من كان يكتب لأنها أمة أمية، ثم تعلموا الكتابة بعد ذلك إما من الشام عن طريق التواصل التجاري، لأن كان هناك تجارة ما بين الجزيرة وما بين الشام، وإما تعلموها من طريق أهل الحيرة والأنبار يعني بالعراق. فإذا تعلم طريقة الكتابة كان في الجزيرة العربية إما من خلال التواصل التجاري مع الشام، فاكتسبوا طريقة الكتابة من أهل الشام، وإما اكتسبوها من أهل الحيرة والأنبار بالعراق، يعني إما من الشام وإما من العراق. هذه معلومة. المعلومة الأخرى ذكرنا بأن الخط الذي تعلموه يعرف بالخط العربي الشمالي، الخط العربي الشمالي يعني شمال الجزيرة العربية. يسمى هذا الخط أو يقال عنه بأنه خط مشتق من الخط النبطي، خط مشتق من الخط النبطي، يقولون هو منحدر عن الخط الآرامي. إذن هذه هي معلومة أخرى. طيب ثم خط آخر أيضا في الجزيرة العربية، هذا الخط الذي تعلموه يعرف بالخط العربي الشمالي، هذا هو الذي كتب به المصحف بعد ذلك. ثم خط آخر اندثر، هو خط يقال عنه بأنه الخط العربي الجنوبي، يعني نسبة إلى جنوب الجزيرة العربية. هذا يسمى بالمسند، يسمى بالمسند، هو خط أهل اليمن، كان يكتبون به أيام حمير، أيام ملكهم، كما نص على هذا ابن منظور رحمه الله وغيره. وهو خط يخالف ما عليه الكتاب اليوم، هو خط مختلف آخر له قواعده الخاصة به، وهذا اندثر لم يعد موجودا الآن، هو خط مخالف لما نخط به الآن كما نص على ذلك ابن منظور رحمه الله وغيره. وترك استعماله في اليمن قبل الإسلام، فهو خط قديم مندثر قبل الإسلام، ولكن بقيت آثار الكتابة به على المباني القديمة، على المباني القديمة. وقيل أنه انتقل هذا الخط من اليمن، لأن اليمن في جنوب الجزيرة العربية، قيل أن هذا الخط انتقل من اليمن إلى الحبشة، وهو يعني أصوله أصول الخط الذي يكتبون به أهل أثيوبيا اليوم. لكن هذه النظرية يعني ليست قوية، ليس عليها أدلة كافية. الخلاصة أن ثم خطان في الجزيرة العربية، خط اندثر وخط باق. الخط الذي اندثر هو الخط الذي كان مشهور في يعني الخط العربي الجنوبي، يعني الذي في جهة اليمن، يسمى بالخط المسند، هذا اندثر. الخط الذي بقي وهو المكتسب إما من أهل الشام وإما من أهل العراق هو الخط العربي الشمالي، نسبة إلى شمال الجزيرة العربية، الذي قلنا قبل قليل أنه تعلم إما من أهل الشام عن طريق التواصل التجاري، وإما من أهل الحيرة والأنبار بالعراق. أيضا هذه المعلومة الثانية. المعلومة الثالثة التي ذكرناها في المجلس الماضي
أن الكتابة التي كان يكتب بها الناس قديما قبل الإسلام وفي أول الإسلام وبعد ذلك خط به المصحف بما يسمى بالرسم العثماني، هذا هو الخط العربي الشمالي. فإذا هذا الخط كان يكتب به قبل كتابة المصاحف أصلا، يعني هذا ما يسمى اليوم بالرسم العثماني، خط به الكلام وكتب به الكلام قبل كتابة المصحف وقبل جمعه، بل قبل الإسلام أصلا. فكان غير العرب يكتبون بتلك الطريقة التي نسميها اليوم نحن بالرسم العثماني. هذه الطريقة في الكتابة كان متعارف عليها قبل الإسلام. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان الناس يكتبون به، سواء القرآن أو الحديث النبوي أو غير ذلك، هي الطريقة المتعارف عليها في الكتابة. ثم بعد ذلك لما جاء جمع المصحف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كتب به، ثم جاء بجمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فكتب به، ثم جاء بجمع عثمان رضي الله عنه وارضاه فأيضا كتب به. فإذا هذا الخط هو الخط الشمالي العربي المكتسب من الشام أو من العراق، كان يكتب به القرآن ويكتب به غير القرآن، وكتب به قبل الإسلام وفي أول الإسلام وبعد ذلك إلى أن جاء زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هذا هو الخط المتعارف عليه في زمانهم بل قبل زمان الإسلام. هذه هي المعلومة الثالثة. المعلومة الرابعة التي ذكرناها في المجلس الماضي أن الخط أيها الإخوة نوعان. الخط نوعان: خط قياسي وخط عثماني. ما الفرق بينهما؟ في الحقيقة الخط القياسي أصله هو الخط العثماني. طيب ما الفرق بينهما أيضا؟ نقول الخط هذا الذي يسمى بالعثماني كما ذكرنا قبل قليل بأنه كتب به قبل الإسلام وفي أول الإسلام ثم في زمن عثمان أيضا رسم به المصحف. إلى اليوم الحاضر الرسم العثماني هذه الطريقة في الكتابة بقيت. لماذا؟ حتى لا يختلف في طريقة كتابة القرآن، يكتب بطريقة واحدة ارتضاها الجميع، إذا لن نغيرها. فبقيت هذا الرسم العثماني بقي على ما هو عليه لم يتغير. لماذا؟ لأنه خط به المصحف. المصحف لا يخط إلا بهذه الطريقة فقط. أما ما يسمى بالخط القياسي ففي الحقيقة هو الخط القديم، هو الخط القديم نفسه الذي كان يكتب به المصحف، بل حتى قبل كتابة المصحف كان يكتب به، إلا أنه تطور شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى وصل إلى ما وصل إلى اليوم بما يسمى بالرسم الإملائي، وهي الطريقة التي نكتب بها اليوم نحن. هذه الطريقة التي نكتب بها الرسم الإملائي اليوم هي في الحقيقة عبارة عن تطور في الخط في طريقة الكتابة، تطور في طريقة الكتابة. طيب لماذا المصحف بقي على ما هو عليه؟ لأن الصحابة قد أجمعوا على كتابة المصحف بهذه الطريقة، فلن يغيروا هذه الطريقة التي اتفقت عليها الأمة. إذا الخط نوعان: قياسي وعثماني. القياسي أصله عثماني إلا أنه تطور لأنه كتب به غير القرآن، فإذا ما كتب الحديث يكتب بالقياسي اللي هو الرسم الإملائي، إذا كتب الشعر يكتب بالقياسي اللي هو الرسم الإملائي، وهكذا الكلام سائر الكلام هذا يكتب بالقواعد الحديثة. هذا أيضا جرنا إلى معلومة خامسة ذكرناها كذلك في المجلس السابق، وهي هل الخط العثماني الذي كتب به المصحف هو خط توقيفي أو اصطلاحي اصطلح عليه الصحابة واتفقوا على كتابة المصحف به؟ يعني هل هو بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتب القرآن بهذه الطريقة التي كتب عليها اليوم، أو هي طريقة متعارف عليها من قديم فهي طريقة اصطلاحية اصطلحوا على أن يكتبوا الكلام بتلك القواعد وبهذه الطريقة؟ في الحقيقة هذه المسألة ليس فيها إلا قولين فقط، لا قول ثالث لها، وإنما توهم بعض المتأخرين قولا ثالثا في هذه المسألة. طيب ما هما القولان؟ القولان كلاهما يتفقان في جزئية ويختلفان في جزئية. يتفقان في أن الكتابة بهذه الطريقة بما يسمى اليوم بالرسم العثماني أن هذه الكتابة كتابة اصطلاحية، بدليل أن ثم نقوش
رسم بها الكلام العادي حتى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام على الطريقة بما يسمى بالرسم العثماني اليوم. فإذا هذا من الأدلة، وثم أدلة أخرى من الأدلة على أن هذا الرسم هو رسم اصطلاحي، اتفق الناس على طريقة الكتابة به، وليس رسما توقيفيا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا يكتبون به قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتبون به القرآن ويكتبون به غير القرآن. ثم لما جاء أيضا في زمن عثمان رضي الله عنه وارضاه وجمع المصحف كتب به القرآن، لكن احتفظ القرآن بهذه الطريقة في الكتابة دون ما عداه من كتابات أخرى. فإذا اتفق كلا القولين على أن هذه الكتابة اصطلاحية وليست توقيفية من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلفا في جزئية. جمهور أهل العلم من السلف والخلف قالوا بأنه لا يجوز كتابة المصحف إلا بهذه الطريقة. القرآن لا يكتب إلا بما يسمى اليوم بالرسم العثماني. لماذا؟ لإجماع الأمة على ذلك، ولا تغيير طريقة الكتابة قد يوقع الناس في الخطأ في قراءة القرآن، وأيضا لأن القرآن يؤخذ مشافهة، فعدم معرفة اليوم قراءة المصحف بالرسم العثماني بسبب أنهم تغيرت طريقتهم في الكتابة، هذا يؤكد على أن القرآن ولو احتفظت ب100 نسخة لن تكون قارئا مقرئا للقرآن، لا بد أن تأخذه عن شيخ وعن شيخ وعن شيخ وعن شيخ حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة والجلال. إذا القرآن أخذ بالمشافهة. إذا نحن نرجع نقول هم اتفقوا على أنه اصطلاحي، ولكن جمهور أهل العلم من السلف والخلف على أنه لا يجوز كتابة المصحف بغير هذا الرسم العثماني، ولهذا لم يتطور الخط العثماني، بقي القرآن على ما هو عليه في طريقة الكتابة. وذهب بعض أهل العلم كالعز بن عبد السلام وكالقاضي الباقلاني وابن خلدون، أفراد من أهل العلم ذهبوا إلى جواز كتابة المصحف بغير الرسم العثماني بالرسم الإملائي الذي نكتب به اليوم نحن. ولكن هذا القول نحن ناقشناه في المجلس السابق وتكلمنا عنه، وقلنا أن هذا القول قول مرجوح، وذلك الأسباب ذكرناها لا نحتاج إلى إعادتها مرة أخرى، وهو قول لبعض أهل العلم، ولكن جماهير السلف والخلف على عدم جواز كتابة المصحف بغير الرسم العثماني. طيب نأتي على القول الثالث الذي زاده بعض المتأخرين توهما منهم. بعض المتأخرين أحدثوا قولا ثالثا، فتقرأ في بعض كتب علوم القرآن المتأخرة والمعاصرة فتجد قولا ثالثا، وهو أن رسم المصحف هذا الذي يسمى بالرسم العثماني أنه رسم توقيفي، وهذا غير صواب أو غير صحيح. وسبب هذا التوهم والوهم أنهم ظنوا كلام السلف عندما قالوا بأنه لا يجوز مخالفة رسم المصحف وكتابته برسم آخر، بالرسم القياسي بالرسم الإملائي، ظنوا أن هذا هو فرع عن القول بأن القرآن يعني المكتوب هو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا لم يجوز مخالفته، بينما أنه لم تجوز مخالفته. لماذا؟ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فطالما أجمع الصحابة فلا يجوز مخالفة ما أجمعوا عليه. فإذا هم قولان لا ثلاثة أقوال. هذا تقريبا حاصل ما ذكرناه في المجلس السابق، لكن أيضا يعني تذكرت بعض النقاط كذلك في المجلس السابق ذكرناها، وهي مسألة أيضا أشار لها ابن كثير رحمه الله، وهي مسألة تطور كتابة المصحف. فالمصحف لم يكتب على الطريقة الموجودة عليه اليوم هكذا كاملا، يعني هذا المصحف الآن المعذرة، الآن هذا المصحف مصحف المدينة، هنا تجدون أطرافه مذهبة مثلا، هنا مذهب في أطراف الورق. طيب هل كان في زمن عثمان مذهب مثلا؟ لا. هل كان في زمن عثمان رضي الله عنه وارضاه مجلد بهذه الطريقة من التجليد بهذه الجودة؟ لا. هل نفس نوعية الورق هذه كان في زمن عثمان رضي الله عنه وارضاه يعني موجود؟ لا. طيب هل كذلك تقسيم المصحف إلى ربع وأحزاب وأرباع ونحو ذلك، هل كان هذا كذلك؟ لا. طيب هل علامات الوقف والابتداء أحيانا تجد جيم، أحيانا تجد وقف لازم ميم، أحيانا تجد صلة
قيل يعني الوقف أولى أو الوصل أولى ونحو هذه الرموز الموجودة. هل هذه كانت في زمن الصحابة؟ الجواب لا. كذلك النقط والتشكيل، تنقيط الكلمات وتشكيلها بالفتحة والكسرة والضمة ونحو ذلك، هل هذا كان في زمن عثمان رضي الله عنه وارضاه؟ الجواب لا. هذا كله جاء بالتدريج شيئا فشيئا. طيب ما سبب هذا التدريج؟ أنهم كل ما احتاجوا إلى شيء زادوا، احتاجوا إلى تقسيم القرآن حتى يسهل حفظه أو مراجعته أو كذا، زادوا أحزاب وأرباع وتعشير كل 10 آيات أو كذا، قسموها بها أو أرباع. طيب أيضا حتى النقط والتشكيل، لما الناس كانوا يستطيعون قراءة المصحف من دون نقط وتشكيل، لكن بعد هذا عسر عليهم فزادوا قضية النقط والتشكيل وهكذا. إذن هذه نقطة ذكرها ابن كثير رحمه الله وغيره، أن المصحف مر بأطوار حتى وصل على ما هو عليه اليوم. ولا يزال الناس اليوم تجد مثلا يضيفون، يقول لك مثلا المصحف المجود، فيلون مثلا بعض الحروف حتى يدل على بعض أحكام التجويد وهكذا. إذا كل ما احتاج الناس إلى شيء أضيف على هذا المصحف، لكن أهم شيء أنه لا يغير ما كان عليه. يعني احتاج الناس إلى شيء نحن نضيف هذا الذي يحتاجه الناس، ولكن لا نغير ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب أيضا ذكرنا مسألة وهي قضية ذكرها ابن كثير رحمه الله لما قال أنه الخط كان يتطور، قال والغرض أن الكتابة لما كانت في ذلك الزمان لم تحكم جيدا، أو وقع في كتابة المصاحف اختلاف في وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لا من حيث المعنى، وصنف الناس في ذلك إلى آخر ما قال. هذه العبارة التي ذكرها في صفحة 45 في آخر فقرة نحن ناقشناها مطولا وقلنا أن حاصل ذلك لا يعني هذا الكلام أن ثم أخطاء في الكتابة، وإنما تتغير بعض الأشياء حسب الداعي إليها. وضربنا مثال بكلمة 100 وكلمة منه، وقلنا زيد حرف الألف فيها لأن قديما لا يوجد نقط للكلمات، لا يوجد تنقيط نقط، فكيف نستطيع بالرسم القديم نميز منه من كلمة 100؟ فزيدت هذه الألف، فلما زيدت وبعد هذا الناس نقطوا الكلام فلم يعد ثم حاجة إلى زيادة هذه الألف، فأصبح الناس يخطئون بوجه آخر وهو ماذا؟ يقرؤون 100 يقرؤونها 100، والصواب أنها 100 لا يقال 100. هذه الألف إنما زيدت فقط للمغايرة بين رسم كلمة 100 ورسم كلمة منه، لأنها تتشابه في الرسم، فكانوا يميزون بين هذه الكلمة وتلك الكلمة بوضع الألف بعد الميم. لكن لما زيدت النقاط الآن أصبح الناس يخطئون في القراءة. فإذا الخطأ هنا هل هو خطأ في كتابة المصحف في الرسم؟ لا، هو خطأ بسبب ضعف القارئ فيقرأ بطريقة غير سليمة. فإذا هذا هو معنى عدم الإحكام، فكان يتطور طريقة الكتابة وتتطور هذه المسائل. نعم. أما من حيث تلقي القرآن فهذا محكم. طيب نحن أثرنا إشكال في هذا. قلنا الآن بما أن الخط يتطور، إذا هل معنات القراءات التي وصلتنا هي عبارة عن أخطاء نحن يعني كيفناها أو كيفها العلماء على أنها قراءات؟ الجواب لا. لماذا؟ لأكثر من سبب. واحد نحن ذكرناها لكن نعيد، وفي الإعادة إفادة، وما تكرر تقرر. أولا قلنا أن هذه الكتابة هي المتعارف عليها حتى قبل الإسلام، حتى غير المسلم كان يكتب بها، هذا ما يسمى بالرسم العثماني. هذه حتى قبل الإسلام كان يكتب بها، وفي صدر الإسلام كان يكتب بها القرآن وغير القرآن، وبعد ذلك عندما جمع في زمن عثمان رضي الله عنه وارضاه أيضا كتب به. فإذا هذه الطريقة هي الطريقة المعتاد على القراءة بها. نحن لما تغيرت طريقتنا وأصبح عندنا طريقة أخرى في الكتابة أصبحنا نخطئ في قراءة رسم العثماني أحيانا، لكن قديما هذه هي الطريقة المتعارف عليها في القراءة، فلا إشكال عندهم فيها. كما أنت اليوم لا تخطئ في الرسم الإملائي لأنك تعرف قواعد الرسم الإملائي وتفهمها جيدا، كذلك كان العرب قديما فيما يتعلق بالرسم العثماني كان يعرفونه جيدا، لأن هذه الطريقة التي كان يكتبون بها القرآن وغير القرآن، بل حتى غير المسلم كان يكتب بها. هذه واحدة. الأمر الثاني
غير أنهم كانوا يكتبون بهذه الطريقة فهم معتادين عليها، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لما أرسل إلى الأمصار تلك المصاحف كان يرسل مع كل مصحف قارئ يقرئ الناس القرآن، فإذا لا مجال لقضية الاختلاف في القراءات. الأمر الثالث أن الاختلاف هذا وقع أصلا قبل رسم عثمان، يعني ما سبب جمع عثمان رضي الله عنه وارضاه المصاحف؟ أن الناس وقع بينهم اختلاف، فأشار عليه حذيفة رضي الله عنه وارضاه أن يجمع القرآن. فإذا قضية اختلاف في القراءة هذا ليس أثر عن جمع عثمان، وإنما هو كان موجود قبل جمع عثمان، فجمع عثمان حتى يحل المشكلة لا أن يحدث المشكلة. الأمر الرابع أيضا القرآن ولو كان عندك 100 نسخة لا تسمى قارئ مقرئ، لا يجوز لك أن تجيز الناس في القراءة، ولن تسمى قارئا حتى تأخذ القرآن مشافهة. إذا قضية القراءة المكتوبة هذه تمام لا دخل لها في قضية اختلاف أوجه القراءة، فهذا تدوين ثانوي، الكتابة تدوين ثانوي، الأصل هو التلقي مشافهة، فالقرآن يؤخذ مشافهة. إذا القراءات ليست أثر عن الاختلاف في الرسم. أيضا وهي النقطة الخامسة أن عندنا نصوص متواترة قبل زمن عثمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تخبر بأن ثم قراءات، وهي ستأتينا إن شاء الله في مقدمة ابن كثير، تتعلق بالأحرف السبعة، وأن القرآن نزل على أحرف سبعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من جبريل أن يلتمس من الله عز وجل أنه يخفف على أمته. فإذا هذا كله يؤكد على أن الأحرف والأوجه في القراءة هذه من الله لا أخطاء بشرية، وأنها تخفيف على الأمة لا أنها أخطاء بسبب طريقة كتابة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أيضا ذكرنا في المجلس السابق نقطة أيضا مهمة، وهي أن المصاحف يا أخوة ذهبت. يعني الآن الذي كان مكتوبا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو باق؟ لا، ذهب. هذا الذي كان مكتوب على سعف نخيل هنا وحجر هناك وخشبة هنا هذا كله ذهب. فجاء عندنا جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، فانتقل هذا الجمع إلى عمر. هذه النسخة التي جمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه انتقلت إلى عمر في خلافته بعد وفاة أبي بكر، ثم انتقلت إلى حفصة رضي الله عنه وارضاها أم المؤمنين، ثم بعد هذا جاء في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، فجمع الناس على المصحف، واشترطت حفصة رضي الله عنها وارضاها بقاء هذا المصحف وأن لا يتعرض له أحد بشيء، فبقي عندها. ثم جاء بعد ذلك عبد الملك بن مروان وأتلف ذلك المصحف الذي كان عند حفصة، طلب من ابن عمر أن يسلمه ذلك المصحف بعد وفاة حفصة، لأن حفصة لم ترد أن تعطي عبد الملك مروان ذلك المصحف، فأتلف بعد وفاتها. عندما سلم ذلك المصحف ابن عمر لعبد الملك مروان، فإذا ذهب أيضا ذلك المصحف. طيب في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه مر معنا قراءة عدة آثار في مقدمة ابن كثير تدل على أن بعضهم يقول وجدنا المصحف هنا، وبعضهم يقول ذهب المصحف، وهذا في كل قطر بحسبه. يعني هذا القطر تعرفون عوامل التعرية تختلف من مكان إلى آخر، فقد يبلى مصحف قبل مصحف آخر، فهذا يؤكد أيضا أن المصاحف العثمانية كذلك ذهبت. طيب الآن هل معناته هذا أنه لا وجود للقرآن؟ نقول لا، الأصل في القرآن يأخذ مشافهة، هذا واحد. واثنين، من ناحية الكتابة أنه كان ينسخ نسخة من نسخة، يعني الذي كان مكتوبا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه نسخة عثمان عفوا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، ثم بعد هذا النسخة هذه لما بليت تمام نسخت كذلك نسخ ومصاحف عثمان بن عفان التي أرسلها إلى الأمصار، ثم هذه النسخ لما بليت نسخت عنها نسخ أخرى، وهكذا النسخ إلى اليوم. نحن عندنا مصاحف الآن، هل هذا المصحف هو عينه مصحف عثمان أو المصحف الذي جمعه أبو بكر أو المصحف الذي جمعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو نسخة مطابقة منسوخة عن مصحف متقن قبله، مقابل على مصحف قبله، مقابل على مصحف قبله، وهكذا إلى زمن عثمان، وهكذا إلى زمن أبي بكر، وهكذا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأوراق تبلى، وبالتالي
طالما أنها مقابلة على ما هو قبل ومقابلة على ما هو قبل فإذا هو محفوظ. كذلك نقول مثلا في صحيح البخاري عندما يأتيك أحد وينكر السنة النبوية فنقول له تقول أين خط البخاري في نسخ صحيحه، أو أين نسخة الفرابري تلميذ البخاري في نسخ صحيحه، أو من جاء بعدهم. نقول عندنا نسخ مقابلة على نسخ مقابلة على نسخ مقابلة إلى أن تصل إلى مؤلفها، وهذا كاف كما هو كاف في القرآن هو كاف كذلك في السنة النبوية. هذا يا أخوة خلاصة ما مر معنا في المجلس الماضي. أتمنى أن تكون هذه المراجعة السريعة لها يعني وضحت الأمور ووضعنا النقاط على الحروف بحيث تتضح لكم الصورة بشكل يعني واضح في الذهن. طيب الآن يا مشايخ لو نظرنا الآن في صفحة 45 قلنا الفقرة التي قال فيها ابن كثير قلت وقد كانت الكتابة في العرب قليلة جدا إلى قوله قالوا من أهل الأنبار. من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا من أهل الأنبار. قلنا هذه الفقرة عنونا لها بعنوان ما هو؟ كيف تعلم العرب الكتابة ومتى؟ هذا العنوان الذي كتبناه عليها. ثم الفقرة التي تليها عندما قال ابن كثير رحمه الله قلت والذي كان يغلب على زمان السلف الكتابة المتكوفة ثم هذبها أبو علي وصار له في ذلك منهج إلى قوله رحمه الله نعم قطعة صالحة. نعم وذكر قطعة صالحة هي من صناعة القرآن ليست مقصدنا ها هنا. قلنا هذه الفقرة كلها عنونا لها بعنوان تطور الكتابة ورسمها أو التدرج في ضبط المصحف ورسمه ونقطه وشكله. الفقرة الثالثة هي في صفحة 46 عندما قال ابن كثير رحمه الله ولهذا نص الإمام مالك رحمه الله على أنه لا توضع المصاحف إلا على موضع كتابة الإمام ورخص غيره في ذلك واختلفوا في الشكل والنقط فمن مرخص ومن مانع. فأما كتابة السورة وآياتها والتعشير والأجزاء والأحزاب فكثر في مصاحف زماننا والأولى اتباع السلف الصالح. هذه الفقرة عنونا لها بعنوان حكم كتابة المصاحف بغير الرسم العثماني. حكم كتابة المصاحف بغير الرسم العثماني. الآن ندخل في فقرة جديدة كنا قرأناها لكن كان بقي فيها تنبيه لم ننبه عليه فسننبه عليه الآن بإذن الله عز وجل. يقول ابن كثير رحمه الله ثم قال البخاري رحمه الله ذكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأورد فيه من حديث الزهري عن ابن السباق عن زيد بن ثابت أن أبا بكر الصديق قال له وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحو ما تقدم في جمعه القرآن وقد تقدم. وأورد حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في نزول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. يقول ابن كثير معلقا ولم يذكر البخاري أحدا من الكتاب في هذا الباب سوى زيد بن ثابت وهذا عجب وكأنه يعني البخاري لم يقع له حديث يورده سوى هذا والله أعلم. يقول ابن كثير يقول وموضع هذا في كتاب السيرة عند ذكر كتابه عليه الصلاة والسلام. هذا العجب يا أخوة ما سببه؟ ابن كثير رحمه الله يقول أن البخاري رحمه الله في صحيحه بوب بذكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب وليس كاتب كتاب ثم أورد تحت هذا التبويب كتاب الوحي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أورد تحته حديث واحد يتعلق بزيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه وفيه إثبات أنه من كتبة الوحي. فتعجب ابن كثير رحمه الله يعني يقول كتاب ثم بعد هذا ما يورد تحت الباب إلا كاتب واحد هو زيد بن ثابت. قال ولم يذكر البخاري أحدا من الكتاب في هذا الباب سوى زيد بن ثابت. قال وهذا عجب وكأنه لم يقع له حديث يورده سوى هذا والله أعلم. يعني كأنه لا يوجد حديث على شرطه في قضية كتاب الوحي إلا هذا الحديث. والجواب ليس كذلك.
لو قرأنا كلام يعني الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري سنجد أنه نص رحمه الله على أن نسخ صحيح البخاري ليس لفظ الباب ذكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء بلفظ كاتب النبي، ذكر كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي البخاري ما ذكر إلا زيد بن ثابت، لأنه لا يريد أن يتعرض لجميع الكتاب، وإنما يريد أن يتعرض لزيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه فقط وحده. فهنا ينتفي العجب. لهذا يقول يعني هي الإشكالية هنا أن ابن كثير رحمه الله نقل الباب بلفظ ذكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي موجود في صحيح البخاري باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بالإفراد وليس بالجمع كتاب. يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله: لم أقف في شيء من النسخ إلا بلفظ كاتب، يعني نسخ البخاري، نسخ البخاري جميعها موجودة بلفظ كاتب النبي وليس كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال بالإفراد، قال وهو مطابق لحديث الباب لأن ذكر فيه فقط زيد بن ثابت. قال نعم قد كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة غير زيد بن ثابت، أما بمكة فلجميع ما نزل بها لأن زيد بن ثابت إنما أسلم بعد الهجرة، وأما بالمدينة فأكثر ما كان يكتب زيد، ولكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه الكاتب. يعني لماذا قيل كاتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بكثرة ما كان يكتب، يعني غيره قد كان يكتب لكن ليس بكثرة زيد رضي الله عنه وارضاه. لهذا اختصه أبو بكر بالكتابة، واختصه عثمان رضي الله عنه بالكتابة، فهو الذي كان يعرف بأنه كاتب النبي مع أن ثم كتاب آخرين للوحي. يقول هنا نعم قد كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة غير زيد بن ثابت، أما بمكة فلجميع ما نزل بها لأن زيد بن ثابت إنما أسلم بعد الهجرة، وأما بالمدينة فأكثر ما كان يكتب زيد، ولكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه الكاتب بلام العهد، كما في حديث البراء بن عازب ثاني حديثي الباب. ولهذا قال له أبو بكر إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زيد بن ثابت ربما غاب فكتب الوحي غيره، إلى آخر كلام ابن حجر رحمه الله. وقد نص ابن حجر في نهاية الكلام أيضا أن ثم كتبوا الوحي كالخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وارضاهم جميعا، وزبير بن العوام وخالد وآبان، وخالد وآبان بن سعيد بن العاص بن أمية، وحنظلة بن الربيع الأسدي، ومعيقب بن أبي فاطمة، وعبد الله بن الأرقم الزهري. المهم ذكر جماعة، وعبد الله بن رواحة، ذكر آخرين، بل الشيخ الأعظم رحمه الله له كتاب اسمه كتاب الوحي، كتاب الوحي أفرد فيه كتبة الوحي. إذا علم هذا انتفى العجب بعد ذلك. طيب هنا انتقل ابن كثير رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الأحرف السبع. واضح يا مشايخ لحد إلى الآن الكلام الذي ذكرته واضح مفهوم؟ مفهوم يا شيخ، واضح الحمد لله. طيب يا مشايخ الحمد لله. نعم. يقول الآن ابن كثير رحمه الله انتقل إلى مسألة الأحرف السبعة، وفي الحقيقة سنجد أن ابن كثير رحمه الله سيذكر جملة من الأحاديث كلها يا مشايخ نستطيع أن نعلق بجانبها أو قبلها جميعا حتى عنوان جانبي. ما هو؟ هي 3 نقاط في الحقيقة. أولا نزول القرآن على 7 أحرف، نزول القرآن على 7 أحرف. والحكمة من ذلك، لماذا نزل القرآن على 7 أحرف؟ والأمر الثالث هو تأكيد لما سبق، أن القراءات وحي إلهي لا أخطاء. إذا نزول القرآن على 7 أحرف
الحكمة من ذلك، يعني الحكمة من نزول القرآن على 7 أحرف. النقطة الأخيرة، القراءات وحي إلهي لا أخطاء بسبب الرسم العثماني. هذا التعليق يكاد يصلح لجميع ما سيأتي، وكل ما سنذكره غير ذلك إما توضيح لمعنى حديث أو أثر أو كلام عليه من ناحية حديثية. ولهذا أنا قلت اليوم أريد أن أقرأ سريعا، ربما أنجز شيئا من ذلك، لأنها كلها تصب في هذا المعنى، كلها تصب في هذا المعنى. وسيعقد بعد هذه الأحاديث الكثيرة ابن كثير رحمه الله فصلا كاملا في مناقشة معنى الأحرف السبعة، ما معنى الأحرف السبعة وخلاف أهل العلم في ذلك. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله: ثم قال البخاري رحمه الله، يعني في صحيحه، قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس، إذا الحديث ابن عباس، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. إذن حديث ابن عباس في صحيح البخاري يؤكد على ماذا؟ يؤكد على نزول القرآن على 7 أحرف، ويؤكد على أنه وحي إلهي، وأن القضية لا علاقة لها بالرسم العثماني وأنها أخطاء تولدت وقيل أنها قراءات أو أنها تحريف بسبب كذا. كله يؤكد. وبالمناسبة سيأتينا أيضا أن هذه الأحاديث الكثيرة هي أحاديث متواترة. نزول القرآن على 7 أحرف هي أحاديث متواترة وليست أخبار آحاد ترد. نعم. قال: وقد رواه أيضا في بدء الخلق، يعني هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله. من الذي يقول وقد رواه؟ مرجع الضمير يعود إلى البخاري، يعني البخاري جعله يعني في باب، ثم ذكره أيضا في باب بدء الخلق. قال: وقد رواه أيضا في بدء الخلق، يعني البخاري رواه هذا الحديث، حديث ابن عباس، في بدء الخلق أيضا. قال: ومسلم أيضا رواه مسلم في صحيحه من حديث يونس. ومسلم أيضا، يعني أيضا مسلم يرويه من حديث غير يونس، يرويه كذلك من حديث معمر، ومسلم أيضا عن معمر، كلاهما عن الزهري بنحوه. يعني تلتقي الطرق برواية ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، يسوق الحديث بعدها. يقول: ورواه ابن جرير من حديث الزهري به. إذن هذا الحديث، حديث ابن عباس، رواه البخاري في موضعين، ورواه مسلم كذلك، ورواه أيضا ابن جرير الطبري في تفسيره. مدار الحديث يرجع كله إلى من؟ إلى الإمام الزهري رحمه الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه يقول: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. يقول: ثم قال الزهري. من هو الزهري؟ الذي عليه مدار الحديث معلقا، أحد رواة الحديث. قال: ثم قال الزهري: بلغني أن تلك 7 الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون، أصلحوا هذه الكلمة يا أخوة، إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا. هنا سقطت الألف بعد الواو، واحدا. ثم قال الزهري: بلغني أن تلك 7 الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا في حرام. قال: وهذا مبسوط في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، حيث قال: وساق حديثا يرويه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام يقول فيه: حدثنا يزيد. من يزيد هذا؟ هو يزيد بن هارون. قال: حدثنا يزيد ويحيى بن سعيد، يعني القطان. يزيد هو بن هارون ويحيى بن سعيد القطان، كلاهما عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه قال. وأنا نستفيد فائدة مشايخ، لاحظوا الصحابي يروي عن الصحابي، أنس يروي عن أبي رضي الله عنهما وارضاهما. ماذا يقول أبي؟ قال، لاحظوا هنا يوجد أيضا خطأ في الإملائي أو مطبعي، هي قال: ما حاك في صدري، وليس هكذا كما كتب هنا، ما حاك في صدري شيء، يعني لم يجد في نفسه شيئا هكذا منذ أسلمت
إلا أنني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي. يعني ما وقع في نفس الشيء منذ أسلم، إلى أن وجد شخص يقرأ بخلاف القراءة التي يقرأ بها هو، فوقع في نفسه شيء. قال ما حاك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أنني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي، فقلت أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد يقول هكذا أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لاحظوا الآن الخلاف هنا في القراءة، هل بسبب الرسم العثماني؟ هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أقرأتني آية كذا وكذا؟ قال نعم. وقال الآخر أليس تقرئني آية كذا وكذا؟ قال نعم. يعني كل واحد منهم يقول هكذا علمتني يا رسول الله كيف أقرأ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم هكذا علمت كيف تقرأ الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا إن جبريل وميكائيل أتياني، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل استزده حتى بلغ 7 أحرف وكل حرف كاف شاف. وهذا أيضا بنحو الأول. هذا لاحظوا الآن نفس المعنى الذي قلت لكم 3 نقاط نستطيع نعلق بها على كل الأحاديث التي تأتي بعد هذا، أن القرآن نزل على 7 أحرف، وأن وسيأتينا أيضا بعد هذا بيان الحكمة من 7 الأحرف، وأيضا أنها القراءات ليست خطأ نشأ أو أخطاء نشأت بسبب الرسم العثماني، وإنما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت من خلال الوحي جبريل عليه السلام، وكانت مشافهة لا بسبب القراءة والكتابة. قال وقد رواه النسائي، يعني هذا حديث أبي رواه أيضا النسائي من حديث يزيد، من يزيد؟ ابن هارون، ويحيى بن سعيد من القطان، كلاهما عن حميد الطويل. يعني أيضا النسائي يروي هذا الحديث في سننه بنفس الإسناد الذي روى به الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضاء القرآن. يقول وقد رواه النسائي من حديث يزيد وهو ابن هارون ويحيى بن سعيد القطان كلاهما عن حميد الطويل عن أنس عن أبي بن كعب بنحوه. فالإمام النسائي يرويه من نفس طريق الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام. قال وكذا رواه ابن أبي عدي ومحمد بن ميمون الزعفراني ويحيى بن أيوب كلهم عن حميد به. يعني مدار الحديث كله يلتقي في من؟ حميد الطويل عن أنس عن أبي بن كعب. طيب هنا لما قال وكذا رواه، من الذي كذا رواه؟ يعني يعود الضمير إلى من؟ إلى ابن جرير الطبري. فابن جرير الطبري هنا يرويه يقول في ابن جرير الطبري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي. واضح يا مشايخ؟ إذن الطبري رحمه الله يرويه أيضا من رواية ابن أبي عدي. نعم. طبعا كل هذه الأسانيد كلها أسانيد صحيحة. كل هذه الأسانيد أسانيد صحيحة. نعم. قال وكذا رواه ابن أبي عدي ومحمد بن ميمون الزعفراني، طبعا في بعض النسخ محمود وهذا خطأ، ويحيى بن أيوب كلهم عن حميد به، يعني بنفس السند إلى أن يذكر حديث أبي كامل الذي مر معنا. وقال ابن جرير يعني الإمام الطبري في تفسيره قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت، الصفحة التي تليها صفحة 48. وقال ابن جرير قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد يعني طويل عن أنس عن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف. لاحظوا الآن كل هذا يؤكد نفس المعنى الذي مر معنا أن القرآن نزل على 7 أحرف وأنه وحي إلهي. هنا طيب لماذا ذكر هذه الرواية الإمام بن كثير رحمه الله؟ هنا الإمام بن كثير رحمه الله يريد أن يبين أن رواية الجميع كلهم يرويه عن أنس عن أبي، عن الصحابي الجليل أنس عن أبي بن كعب رضي الله عنهما وأرضاهما، لكن يوجد طريق من رواية حماد بن سلمة خالف سائر الرواة الآخرين.
فلم يرويه عن أنس عن أبي، وإنما أقحم راويا بينهما في الوسط، فقال عن أنس عن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب، ثم ذكر الحديث. والصواب أن حماد بن سلمة رحمه الله قد وهم، لأن حميد الطويل هذا روى عنه 8 رواه كلهم يرويه عن أنس عن أبي بن كعب من دون هذا عبادة بن الصامت. فحماد بن سلمة رحمه الله وهم هنا في إقحام هذا الراوي في المنتصف عبادة بن الصامت. نعم. لهذا لاحظ ابن كثير ماذا قال بعد أن ساق الخبر؟ قال فأدخل بينهما عبادة ابن الصامت. فأدخل بينهما، ما الذي أدخل؟ حماد بن سلمة. حماد بن سلمة أدخل بينهما، بين من ومن؟ بين أنس الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وبين أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه. أقحم بينهما من؟ أدخل بينهما عبادة ابن الصامت. نعم. يقول وقال الإمام أحمد، وطبعا هذا الحديث أيضا الذي سيذكره الآن الإمام ابن كثير هو كذلك في صحيح مسلم، يرويه الإمام أحمد ويرويه الإمام مسلم. يقول وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فقمنا جميعا. نفس الحدث، هو نفس الحدث، هو يحكيه من أكثر من مصدر من أكثر من طريق حتى يؤكد على أن هذه الأخبار متواترة ليس فيها أدنى شك إثبات أن القرآن نزل على 7 أحرف. طبعا هنا أيضا قال فقال لهما، فقلت يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل هذا فقرأ غير قراءة صاحبه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقال أصبتما. فلما قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كبر علي ولا إذا كنت في الجاهلية، فلما رأى الذي غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله فرقا، يعني خوفا. فقال يا أبي إن الله أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي. وهذا يبين لك الحكمة الآن. هذا الحديث فيه، حديث أبي فيه زيادة. ما هذه الزيادة؟ بيان الحكمة من زال القرآن على 7 أحرف، التخفيف على الأمة. طيب أنا سأسألكم سؤالا الآن يا مشايخ، ما وجه التخفيف في القراءات ال7؟ أو عفوا ليس في القراءات 7، في الأحرف 7. طبعا هذا لن يتضح بشكل كافي حتى نفهم ما المقصود بالأحرف 7. لكن إذا أردت أن أقرب الفكرة الآن، هل توجد يا مشايخ، هل توجد لغة شبيهة باللغة التايلاندية قريبة منها يعني في بعض المفردات؟ تعرفون مثلا لغة؟ يوجد. نعم يوجد. طيب الآن هذه الدولة الآن فيها فروقات بينكم وبينهم، صحيح؟ شيء من الفروقات. نعم. فالآن لو كلفت أن تقرأ كلاما بتلك اللغة ستجد شيء من المشقة عليك، خاصة أيضا لو كنت أميا لم تتعلم شيئا من قبل. يعني قضية الآن الشخص المتدرب على أن يتعلم ويكتسب مهارات جديدة ولغات جديدة وكذا، هذا سهل عليه أن يتعلم شيئا جديدا. لكن الذي ما سبق له أن يتكلم إلا بلغة واحدة، عندما يريد أن يتكلم بلغة ولو كانت شبيهة بلغته سيجد شيء من المشقة. يعني أنا كعربي لو قيل لي مثلا تكلم باللهجة اللبنانية أو المغربية أو السورية أو هكذا من سائر اللهجات أو حتى السعودية أو البحرينية أو العمانية، سأجد مشقة، لأني سأتكلف لهجة ولغة أخرى، وإن كان الأصل مشترك أنها عربية إلا أن بينها فوارق، فسأجد مشقة فيها. متى تصعب هذه المشقة أكثر؟ إذا كنت كبير سن مثلا، أو كنت مثلا شخص ما سبق لي تعلم أشياء من قبل، اكتساب لغات أخرى، فالمهارة التكلم بغير لغتي شيء من الصعوبة بمكان. فلهذا هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي إن الله أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن أقرأه على 7 أحرف. قال ولك بكل ردة، يعني كل مرة يراجع فيها، قال ولك بكل ردة مسألة تسألنيها. قال قلت اللهم اغفر لأمتي.
اللهم اغفر لأمتي. قال وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليه أو إليه فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام. ما معنى هذا؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من ربه عز وجل التخفيف فيزيد حرف، نزل القرآن على حرف فيطلب منه التخفيف فينزله على حرفين، يطلب منه التخفيف فيزيده على 3، وهكذا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يراجع ربه ولك بكل ردة مسألة تسألنيها، يعني كل ما ترجع لي لك أنك أنت تسألني حاجة إذا كان عندك شيء إضافي. فالنبي صلى الله عليه وسلم الرحيم صلاة الله وسلامه عليه ماذا قال؟ اللهم اغفر لأمتي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاجته لم تكن لنفسه، يعني الله عز وجل وعده بأنه سيعطيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن حاجته في أمته، أن الله يرحم أمته صلاة الله وسلامه عليه، فقال اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. الآن هذه يؤكد على ربه مرتين، مسألتين، اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. قال وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليه فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام، يعني الناس يأتون يوم القيامة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فأخر النبي الثالثة حتى إذا ما جاء يوم القيامة يقول يا رب أنت وعدتني أنك تجيب لي مسألة، أنا ادخرت واحدة في هذا اليوم، ارحم أمتي في هذا اليوم. فصلوات الله وسلامه عليه. نعم. يقول بعد هذا من كثير رحمه الله وهكذا رواه مسلم، يعني نفس ما رواه الإمام أحمد هذا الحديث عن أبي، رواه كذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث إسماعيل بن أبي خالد به، يعني بنفس الإسناد، لأن الإمام أحمد رحمه الله يرويه عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني عبد الله بن عيسى إلى أن جاء عن أبي بن كعب بعد هذا، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال إلى آخر الحديث. فمسلم أيضا يرويه من طريق إسماعيل بن أبي خالد. إذا قال به يا مشايخ معناته أن سائر السند والمتن سواء، يعني ما بعد هذا الاسم وفوق سواء بسواء متمام. قال وقال ابن جرير، يعني الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن جده عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على حرف فقلت خفف عن أمتي، وهذا يبين أيضا الحكمة من إنزال القرآن على 7 أحرف، فقلت خفف عن أمتي، فقال اقرأه على حرفين، فقلت ربي خفف عن أمتي، فقال اقرأه على 7 أحرف من 7 أبواب الجنة كلها شاف كاف. فإذا لاحظوا أيضا هنا يؤكد على أن قراءة ب7 أحرف أنها وحي وأنها وحي إلهي. الأمر الثاني أنها من باب التخفيف على الأمة، أنها من باب التخفيف على الأمة. يقول بعد هذا ابن كثير رحمه الله وقال ابن جرير، يعني الإمام الطبري رحمه الله، قال حدثنا يونس عن ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب. هذا أيضا حديث برواية، لاحظوا الآن أبي بن كعب الآن يتكرر معنا في كثير من الأحاديث، أبي بن كعب في أكثر من حديث. تخيلوا هذا حديث واحد يا مشايخ، صحابي واحد الآن أبي بن كعب اللي هو كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا يعني هو أول ما استهل ابن كثير رحمه الله ذكر تبويب الإمام البخاري كاتب الوحي وذكر زيد بن ثابت، ثم بعد هذا بدأ يذكر الأحاديث المتواترة بالطرق الكثيرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه في الإخبار أن كاتب الوحي يقول بأن القرآن نزل على 7 أحرف. أخص الناس بهذه الكتابة كاتب الوحي يقول القرآن نزل على 7 أحرف، ويحكيه من مصادر مختلفة وطرق مختلفة كثيرة. قال وقال ابن جرير نعم ذكر الإسناد إلى أن قال عن أبي بن كعب أنه قال سمعت رجلا يقرأ في سورة النحل قراءة تخالف قراءتي، ثم سمعت آخر يقرأها بخلاف ذلك، فانطلقت بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذين يقرآن في سورة النحل فسألتهما من أقرأهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القضية لا علاقة لها بالرسم العثماني وخلاف في القراءة بسبب الرسم العثماني. فقلت لأذهبن بكما، يقول أبي بن كعب يقول فقلت لأذهبن بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خالفتماني
إذ خالفتما ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كاتب الوحي يقول أنا كاتب الوحي، أنا أعرف إيش الذي أملاني النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سأذهب بكما لأنكم تخالفوني في القراءة، سأذهب بكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحدهما اقرأ، فقرأ فقال أحسنت، ثم قال للآخر اقرأ فقرأ فقال أحسنت. وهنا نستفيد يا أخوة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. النبي كان يحفز طلابه، إذا ما رأى شيئا حسن استحسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة نبوية في تشجيع الطلاب على التعليم إذا ما أصاب طالب. قال فقال أحسنت للقارئ الأول وقال كذلك للثاني. قال أبي فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر وجهي، يعني هذا أحسن وهذا أحسن، إذا أنا خطأ. كيف هذا؟ أنا كاتب الوحي، أنا كنت أكتب وهذا يقرأ بخلاف طريقتي والآخر يقرأ بخلاف طريقتي. قال فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر وجهي، فعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي فضرب يده في صدري، هكذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدر أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، ثم قال اللهم أخسئ الشيطان عنه. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحفظ أبي بن كعب من وساوس الشيطان، فقال اللهم أخسئ الشيطان عنه يا أبي أتاني آت من ربي، يعني هذا وحي، فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت رب خفف عن أمتي، ثم أتاني الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين، فقلت رب خفف عن أمتي، ثم أتاني الثالثة فقال مثل ذلك، وقلت مثل ذلك، ثم أتاني الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على 7 أحرف، ولك بكل ردة، يعني كل مراجعة يسأل فيها ربه خفف عن أمتي، ولك بكل ردة مسألة. والنبي كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله التخفيف، فالله قال كل مسألة سأل فيها التخفيف عن أمتك لك مقابلها أن تسأل الله حاجة. ما هذه الحاجة التي تريد؟ فقال يا ربي اللهم اغفر لأمتي، يا ربي اغفر لأمتي. قال واختبأت الثالثة شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذا بين لك مدى كمال رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمتي. يقول ابن كثير رحمه الله إسناد صحيح. فقط لأكمل هذه الفقرة، أنا أعرف أنه مضى الآن ساعة، لكن أريد أن أقرأ تعليق على الأقل ابن كثير رحمه الله هنا وأقف عليه إن شاء الله. يقول ابن كثير رحمه الله معلقا على ما مضى: قلت وهذا الشك الذي حصل لأبي في تلك الساعة، قلت وهذا الشك الذي حصل، صفحة 50 مشايخ، أول سطر صفحة 50. نعم، قلت وهذا الشك الذي حصل لأبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه في تلك الساعة هو والله أعلم السبب الذي لأجله قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة إبلاغ وإعلام ودواء لما كان حصل له سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخر سورة البينة، لاشتمالها على قوله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. قال وهذا نظير تلاوته سورة الفتح حين أنزلت مرجعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية على عمر بن الخطاب، وذلك لما كان تقدم له، يعني عمر، من الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأبي بكر الصديق، وفيها قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا مشايخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ الآية على الصحابي وكانت قد نزلت أصلا، يعني لا يقرأها لأن هذا هو سبب نزولها، هذا الحدث هي نزلت من قبل، لكن يقرأها لماذا؟ كما قال هنا ابن كثير رحمه الله قراءة إبلاغ وإعلام ودواء لما كان حصل له. يعني هذا التشكك، يأتي الصحابي فيقول أنا هو قرأني وجه واحد، فمن أين جاءت تلك الأوجه الأخرى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه السورة التي كانت أصلا قد نزلت، فيقرأ عليه قول الله عز وجل في سورة البينة، يقرأ عليه سورة البينة كاملة كما حصل مع أبي هنا. لماذا؟ لاشتمال هذه السورة أن هذا القرآن
كما قال الله عز وجل: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فإذا هذه الصحف مطهرة ما يعتريها أي قصور، ما يعتريها أي تحريف، هي صحف مطهرة عند الله عز وجل، فهي صحف محفوظة. نفس الشيء حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في صلح الحديبية، لما قال: لماذا تأخذنا الدنية في ديننا؟ هذه الشروط التي كتبت علينا ليست في صالحنا، وأنت أخبرتنا يا رسول الله أننا سندخل مكة لأداء العمرة، ونحن الآن لم ندخل لأن كفار قريش منعونا في صلح الحديبية من دخول مكة، وقالوا لنا ادخلوا العام القادم، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عمر بن الخطاب وجد في نفسه شيء وبدأ يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يراجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ويخبر: نحن ما دخلنا، لماذا تأخذنا الدنية في ديننا، نريد أن ندخل، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قراءة إبلاغ وإعلام ودواء لما كان حصل له من هذه السؤالات. فماذا قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ آية من سورة الفتح، قول الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. يعني هذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيدخلون المسجد الحرام ستقع. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، يعني سيقع هذا الأمر. فإذا نحن نستفيد يا أخوة عندما نقرأ في كتب التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية، ليس كل آية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سياق معناها أن هذا سبب نزول لها. قد يكون هذا لحدث كهذا الحدث الذي حصل مع أبي وكالذي حصل في صلح الحديبية مع عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يثبتهم على ما هم عليه، وإلا الآية قد نزلت من قبل. واضح يا مشايخ؟ طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وفي المجلس القادم إن شاء الله نكمل بقية النصوص. اليوم نحن أخذ منا وقتا طويلا استرجاع الدرس الماضي، لكن أردت أن أرتب الأفكار كاملة حتى تكون واضحة، وننطلق انطلاقة قوية في هذه الدروس التي تأتينا، لأنها في الأحرف السبعة، والأحرف السبعة فيها شيء من التفصيل، فلا بد أن يبنى هذا التفصيل على بناء قوي متين وصورة كاملة واضحة. أتمنى أكون أوصلت لكم الصورة كما ينبغي يا مشايخ. في أي سؤال، في أي إشكال، في شيء غير واضح؟ واضح يا شيخ، ما فيه. حفظكم الله وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم. نحن وقفنا هنا، لعلي أضع هذا، أني أنا أحيانا أنسى أين توقفنا. إذا أردت شيخ أمين وشيخ إلياس أن تحذفوا المجلس السابق وتثبتوا هذا التسجيل مكانه لا حرج. يعني إذا أردتم أن تحذفوا المجلس السابق وتثبتوا هذا فقط لا بأس، لأن نحن لخصنا كل ما ذكرناه في المجلس السابق. إذا أردتم أن تثبتوه لا إشكال عندي، وإذا أردتم أن تحذفوه لا إشكال عندي، كلاهما سواء. فقط هذا كان أكثر ترتيبا، يعني لا معلومة خطأ في ذاك المجلس، فقط هذا أكثر ترتيبا، فكما تحبون وكما ترون. بارك الله فيكم. طيب، لعلنا نكتب بهذا القدر إذا ما كان يوجد أي سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نراكم على خير يا مشايخ، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.